السلام عليكم، مرحبا بكم في طبخ وتدابير بامي. حبيبتي الغاليات، اليوم جيت لكم هذا الطبق اللي بنين وسهل التحضير واقتصادي في نفس الوقت، وهو من الأطباق التقليدية الجزائرية، أي من التراث الجزائري. على بركة الله، قبل ما نبداو فيه نصلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيباتي الغاليات، ولا كنتو متشهيين العصبان، روحوا نحضروا، جيبوا كمية تاع اللحم مرحي وروحوا نحضروا هذا الطبق اللي راه فيه يعني مكونات بسيطة كما راكم تشوفوا: بصل، ثوم، شوية حشيش، شوية جلبانة، توابل، يعني فيه حاجات بسيطة بزاف. وهذا الطبق يعني من الأطباق اللي مشهور بزاف يعني عند البليديين أو صحاب قليعة. يعني حتى الجزائر الوسطى تاني يطيبوه بزاف، وخاصة البليديين وقلاعيين هما اللي يطيبوه بزاف. ولا أنا كما راكم تشوفوا يعني جبت كمية تاع اللحم، درت بصلة كبيرة، درت معها شوية تاع الشحم ورحيتها. ولا هنا راح ندير مع اللحم راح ندير نص تاع البصل، يعني كمية مليحة تاع البصل، ونص الاخر نخليه به يعني يطيبوه في طنجرة. ولا انا الحشيش درت ربطة تاع قزبر، معدنوس، نعناع، يعني انا رحيتهم كامل هكذا رقاق رقاق، درت النص وخليت النص وبعد نشوف. ولا هنا التوابل، يعني درت كمية تاع التوابل خلطهم كامل على العجين. والتوابل عندي فلفل اسود، كمون، كروية، فلفل حار، فلفل عكري، تابل تاع تندوري، وتابل تاع المرقاز، يعني كامل التوابل اللي تشوفها اللون احمر كامل ديروها. يعني حتى كي يكون عندكم تابل تاع الشطح اللحم تقدروا ديروه. ولهنا درت حميصه، درت كميه تاع الملح، كميه تاع الثوم، وخليت شويه ثوم نديرو في الطنجره ثاني مع البصل. ولهنا جبت زوج مغارف تاع الرز، يعني غليتهم، درت كميه يعني هنا قسم غرفه ونص برك تاع الرز ماشي زوج، يعني كميه مليحه ثاني نزيدها. ولهنا درت شويه زيت، واللي يحب يدير شويه سمن ولا يقدر يدير. ودوك هكذا نبقى نعجنو بيدي. ولهنا جبت بياض بيضه كان عندي في الثلاجه، هذاك راح نضيفو اللحم. دوك لهنا نعجنو يعني نخلطو مليح مع التوابل. يعني هنا كي راني نخلط فيه هنا ديجا راني نشم ريحة العصبان. ودوك هكذا نشمخو بهذاك البياض بيضة، يعني حتى يتعجن لي هكذا حتى نتحصلو على عجينة مليحة. هكذا نكمل نديرو ونخلطو. ولهنا زدت كملت هذيك كمية تاع الحشيش اللي بقات لي، وزيد هكذا نبقى نعجن فيه مليح، يعني باش هذاك اللحم يتشرب كامل هذوك التوابل. وكما قلت لكم يعني هذا الطبق مشهور في الناس البليدة، يطيبوه بزاف بزاف، يعني ومسمينو عصبان الكذاب. يعني كي تشمو هكذا تشمو ريحة العصبان، وشنو هو ماشي بالدوارة باللحم ملحي. دوك هكذا نخليه يتشرب، وروح نوجد الطنجرة تاعي اللي راح نطيب فيها المرقة، يعني نطيب فيها العصبان تاعي هذا. لهنا جبت هاد الطنجرة تاع الفخار، يعني انا دايما نحب نطيب فيها اطباق تقليدية نطيبهم في هذا النوع تاع الطناجر. لهنا درت هذاك كمية تاع البصل اللي خليتها، زدت معها شوية زيت. ودوك هكذا نقلي هذاك البصل غير شويه، يعني ماشي حتى يتكرمل ولا، غير قسمه يتقلى هكذا شويه، ومن بعد نزيدلو كميه تاع الثوم اللي كنت خليتها هكذا، ونزيد نخليه يتقلى هكذا. دوك نخلط هذاك البصل والثوم. وكنت انا جبت زوج حبات طوماطيش كنت قشرتهم ورحيتهم، راح نزيدهم للطنجره، يعني راح نزيدهم هذا البصل والثوم اللي كنت قليتهم. ولا يحب يدير الطماطم مصبرة يديرها، انا ما درتهاش باش ما تجينيش مرقة حمرا بزاف. يعني هي لازم تجي حمرا، وانا ما حبيتش هذاك، يعني طماطيش تاع كونسيرف ما حبيتش نديرها. يعني درت هذه طماطيش تاع الحب، وزدت لها دوك التوابل. دوك نخلط فيها هكذا ونخليها تقلى، يعني قسمة تقلى شوية برك. دوك هنا بعد ما تقلى شوية نجيب هذيك الجلبانة ثاني نزيد نديرها، ونخليها تزيد تقلى مع ديك الدرسة. ولا هنا اللي عنده فلفل عكري صنع منزلي ماذا بك يديره، يعني هنا راح يزيد يعطينا ذاك اللون احمر ويعطينا البنة. وشنو انا ما كانش عندي على ذيك ما درتوش، يعني هو يجي بنين كي يطيبوا به ويزيد يعطينا ذاك اللون الاحمر. دوك نغطي عليها ونخليها طيب، يعني قسمة تقلى هذيك الدرسة مع الجلبانة. ولهنا كنت نسيت ما درتش الملح، لهذيك عاودت حليت عليها درت لها ثاني كمية تاع الملح. وشنو الملح ما نكثروش، يعني كما نعرفو حتى كي تولي كي نمرقو كامل ونذوقو، يعني لكن خصنا الملح ولا الحار نحبو شوية حار ولا نديرو.
ولا هنا ما درتش انا فلفل الدريس يعني باش ما تجينيش حار بزاف، خاطر حنا في الدار ما يحبوش ياكلوا حار بزاف، يعني درت حار قسم ما يجي مسك برك. ودوك هنا نروح نكور هذاك اللحم كامل، يعني هنا بدل ما تشرب التوابل دوك هكذا نكوروه مليح مليح، لازم تعجنوه مليح وتكوروه باش ما كيديروه يطيب في المرقه، ماش يحافظ على الشكل تاعو ماش راح ينحلكم في المرقه. وكتجيكم هكذا حميصه ولا ديروها في الوسط، يعني في وسط الكره تاع اللحم، يعني كيما العصبان. وهكذا نكمل كامل نكورو. وشوفوا لهنا كميه قليله تاع اللحم، يعني راح ندير ليه عشاء كامل، يعني يعني يكفي ويوفي. يعني انتم ما كتحبوا تحضروا العشاء ماشي حاجه يعني لحم كبير يعني كميه كبيره ولا يعني كميه قليله راح تحضروا بها. هكذا دوك نكمل كامل نكورو. وشوفوا يعني واش طاني كميه مليحه ما شاء الله. دوك نطلع الطنجره، هنا دوك نزيد نخلط فيها، ولهنا راح نمرقها بالماء سخون، يعني كي نمرقو ما نمرقوش بالماء بارد. وكي نمرقو يعني ما نديروش الماء بزاف، يعني قسمة، يعني قسمة يتغطى اللحم والقرعه، ومن بعد نشوفو لا كان خصنا الماء شويه ولا نزيدو لها. ولا هنا زدت كميه تاع فلفل عكري باش نتحصل على المرقه حمراء. كما قلت لكم انا ما عنديش فلفل عكري يعني صون منزلي، واللي كان عنده يديروه يعني يجي بنين يعني تجي خير وخير. هكذا نمرق بالماء سخون ونخليها تغلي، يعني حتى تبدا تغلي باش ندير كرات تاع اللحم. يعني الجلبنه هنايا يعني ديجا راهي طابت نص طياب، يعني كي خليتها تقلات طابت شويه. ولهنا راح نوريكم الطريقه تاع القرعه كيفاش نقيها، يعني انا ما نحبش نقيها كامل على جهه، يعني هكذا نجيب فرشيطه ونقيها هكذا يعني تجي الشكل الجميل، يعني تجي الشكل تاعها شباب، وتحافظ في نفس الوقت على الشكل تاعها، يعني كي ديروها طيب ماشي حتحرحر لكم كامل ولا، يعني كررت هكذا غير من الفوق الفوق برك. ودوك نقسمها، يعني القرعه لهنايا لازم نقسموها شويه خشينه، يعني دوك نوريكم كيف راح نقسمها. يعني كي تكون حبه هكذا كبيره واحد، يعني نقسمها بالطول، يعني هنا هذا النص التحتاني شويه رقيق نقسمو على زوج، والجهه اللي فوقانيه شويه خشينه نقسمها على ثلاثه. دوك نكمل نقطعها ونشلها مليح ونخليها. ولا هنا بعد ما بدات الطنجره تاعي تغلي دوك نستف هذيك الكره تاع اللحم، وهنا قبل ما نستفهم في الطنجره زدت ثاني نكورهم مليح باش ما يلحلوناش في المرقه. ودوك نستفهم صاير داير، ونزيد نستف هذيك القرعه اللي كنت قطعتها ونغطي عليها ونخليها يعني نار متوسطة ونخليها طيب بعقلها. يعني كما راكم تشوفوا يعني هذا طبق سهل واقتصادي، وخاصة يعني دوك يعني جاي الشتا والبرد وكامل، يعني دائما نحوسوا على الطباق اللي تكون فيها شوية مرقة وتكون دافية وكامل. ومنين ذاك يعني نوعوا. نتمنى ان شاء الله تجربوا يعني هذا الطبق تاع نهار اليوم، ان شاء الله تجربوه، وعلى بالي لا جربتوه راح كامل تحبوه، لانه جا بنين. وخاصة اللي يحبوا الحار ولا يقدروا يديروا حار بزاف، وانا كما قلت لكم انا ما كثرتوش الحار، يعني قسم يجيني مسك برك، لقيت عندي في الدار كاين اللي ما ياكلوش الحار. واللي يحب يدير الطماطم صبرا يعني طوماط كونسونطري يدير له شويه. وهكذا دوك نشوف لا كان خصني الماء نزيد له شويه ماء، يعني باش هذاك اللحم يزيد يكمل الطياب وذاك قرعه ثاني الطيب. دوك نغطي على الطنجره ونديرها نار متوسطه ونخليها طيب غير بعقلها. ولا هنا بعد ما طابت يعني كنت طليت عليها وضقت لها الملح، يعني شفت لها الملح شفت لها الحركة خصها وكامل. لهنا بعد ما طابت دوك ندير لها رشة تاع الحشيش من الفوق، يعني كنت قزبر ونعناع خليتها شوية بجيه، دوك ندير لها رشة تاع الحشيش ونطفي عليها ونخليها تزيد تجمر في الطنجرة. يعني كما نعرفوا هذا النوع تاع الطناجر يشدو السخانة، يعني كي تطفي عليها هي راح تجمر وحدها. وهذا الطبق لازم تجي فيه شوية مرقة، يعني ما يجيش ناشف ناشف بزاف، خاطر على كي نجوزقو يعني ندو شوية قرعة شوية لحم شوية جلبانة، تكون عندنا شوية مرقة فيه باش واحد يغمس.
وفي الاخر بعد ما طاب دوك درتو في صحن التقديم، دوك نديرلو رشة تاع الحشيش من الفوق. وشوفوا كيف جاي، يعني جاي شهي، والقرعة جات محافظة على الشكل تاعها، وجا بنين بنين بزاف. ونتمنى ان شاء الله تجربوه وما تبخلوش، ولا جربتوه ما تبخلوش عليا بلي لايك، وتخلوا لي ارائكم في لي كومونتير. يعني هذا إذا كنتم من عشاق الطباق التقليدية. واللي ما يعرفوش يعني اليوم راح يعرفوا شنو هو عصبان الكذاب. يعني اليوم راح نتعرفوا على الطبق. شوف كيف جاي شهي. وشوف هذاك الوجه تاع اللي دام من الفوق، وجات فيه واحد شوية تاع مريقة هكذا. ودوك نسقي قدامكم وتشوفوني كيفاه جا. يعني شوف هكذا، يعني كي تسقوا هكذا واحد يسقي، يعني اللحم كان على حسب واش حاب. قرعة تاني ويدير شوية جلبانة، ويدير شوية مرقة. يعني هذا الطبق لازم له خبز الدار، يعني خبز طاجين ولا خبز كوشة باش تقدروا تغمسوا به. وتزيدوا له رشة تاع قارص من الفوق. وفي الاخير نقول لكم شهية طيبة. ولا عجبكم الطبق كما قلت لكم، ما تنساوش الاشتراك في القناة اللي مازالوا ما اشتركوش، وما تبخلوش عليا بلي لايك. وفي الأخير نقول لكم إلى اللقاء، إلى الملتقى مع وصفات جديدة إن شاء الله. وأترككم في رعاية الله وحفظه. سلام.